مبدئيا كده احنا في ايام امتحانات، يعني ما ينفعش فيها فيديوهات، بس انتوا وحشتوني فقلت اشوفكم وتشوفوني. والله شاعر يا جماعه، استاهل لايك. الفيديو بتاع النهارده بقى هنبدا نتكلم في الشخصيه المغناطيسيه، الكاريزما. معظم اللي بيعمل فيديوهات عن الموضوع ده بيقول لك ازاي تبقى كاريزما، بس انا بقى مش جاي اقول لك كده. انا جاي النهارده اقول لك على شويه صفات انا وانت وهو كنا فاكرين ان هم من صفات الراجل الكاريزما، لكن الحقيقه لا. بقى فيديو النهارده هقول لك على 5 صفات لو عايز تبقى كاريزما بجد ما ينفعش يكونوا موجودين فيك. مش هقول لك اني ملاك وما عنديش الصفات دي، احنا معظمنا عندنا الصفات دي، بس الفرق ما بين شخص بيفكر صح وشخص ما بيفكرش ان واحد بيحاول يعالج الحاجات دي ويبطل الصفات والتاني مش في دماغه الموضوع. من غير بقى رغي وقرف، احنا في فتره امتحانات فندخل في الموضوع على طول. نبدا باول صفه وهي العصبيه. معظمنا فاكر ان الراجل العصبي ده راجل برنس، بس الحقيقه بتقول غير كده. راجل كده حامي بزياده، من اقل حاجه ممكن تعصبه. ده غلط. الراجل الكاريزما راجل هادي، انفعالاته هاديه. مش هقولك ان الصفه دي مش موجوده عندي، بس هقولك اني بدات احاول اتخلص منها. العصبيه دي مش هتجيب لك غير حاجتين: حرقه الدم وكره الناس ليك. هتخلي الناس تتجنبك بسبب الموضوع ده ومش هيحبوا التعامل معاك. فالحكمه من الموضوع ما تبقاش قفوش وخليك فرفوش. والله تستاهل تتكتب على التوك توك دي. تاني حاجه، كلنا فاكرين ان الراجل اللي بيتاخر عن المواعيد ده راجل تقيل، راجل سلطان، راجل كاريزما من الاخر. بس ده غلط. الراجل اللي بيتاخر على المواعيد او البنت اللي بتتاخر على المواعيد ده من الاخر ما عندهمش انضباط، مش حاجه حلوه خالص. عايز اقولك ان الصفه دي كانت فيا، بتاخر على المدرسه، بتاخر على الدروس، وحاليا بتاخر على المحاضرات، حتى الامتحان والله بتاخر عليه. بس بدات اخد بالي من الموضوع واقلل الصفه دي فيا. الراجل السلطان، الراجل الكاريزما بيحضر في الوقت المناسب، بيحضر بالدقيقه بالثانيه. ندخل بقى على تالت حاجه وهي السكوت. معظمنا فاكر وانا واحد منكم ان الهدوء في الكاريزما معناه انك تبقى ساكت ما تتكلمش. اللي بيسالك اي سؤال بتعمل كده، يجي يحاول يضحكك تعمل كده. دي مش كاريزما، دي لا مؤاخذه لطاخه. انا برضو كنت كده. عايز الناس تحبك وتحب الكلام معاك، اضحك واتكلم، خد وهات، مش عايزين سكوت، مش عايزين تنشنه. رابع حاجه بقى وهي انك فاضي بزياده. يعني ايه فاضي بزياده؟ يعني اي حد بيكلمك عايزك في مصلحه على طول ما بتعرفش تقول لا. هتقول لي هم كده هيكرهوني، هقول لك غلط. هم كده مش هيقدروا وقتك، هتحسسهم ان وقتك مش ملكك. مش هقول لك انك تبقى رخم وتقول لا او خلاص، تبقى معرفهم انك انت عندك وقت فراغ صغير، دايما مشغول، وتبقى فعلا مشغول وراك شغف شغال علشانه. نيجي بقى الخامس واخر حاجه وهي انك لما بتتكلم مع حد بتتكلم عن نفسك كتير. يعني لما تقف تتكلم مع حد ما تقعدش تحكي له قصه حياتك، دي حاجه مش كويسه. هو بالتالي هيزهق من الكلام معاك. هو مش جاي يسمع قصه حياتك، هو جاي عايز يحكي لك. هتقولي طب ما انا كده هسمع قصه حياته. هقول لك مش مشكله، انا عايزك انت تبقى غير. خلي اللي قدامك يحب الكلام معاك ويحترمك. بس كده يا معلم، انا حبيت ابدا اول فيديو من فيديوهات الكاريزما في الصفات اللي لازم تتخلص منها الاول قبل ما تتعلم تبقى شخص كاريزما. ما تنساش بقى تعمل لايك على الفيديو لو استفدت منه اي حاجه، وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس. ولو في حاجه انا نسيت اقولها يا ريت تكتبها تحت في الكومنتس. اشوفكم في فيديو جاي.